النهارده احنا هنتكلم على متصفح الذكاء الاصطناعي الجديد اللي هو متصفح بيربلكستي، اللي باختصار شديد بالنسبه لي هو ده من افضل المواقع اللي انا استخدمتها على الاطلاق، يعني بتاعت الذكاء الاصطناعي. عمري في حياتي ما استخدمت موقع بشكل يومي او بشكل دائم كل لحظه تقريبا غير الموقع ده اللي هو بيربلكستي. بالنسبه لي انا يعني بسببه ما بقتش استخدم جوجل تاني خلاص. طبعا انت عارف محرك البحث جوجل اللي انت مثلا بتخش تكتب عليه اي حاجه وبتاع وهو يرد عليك وتلاقي المواقع بقى وتخش على الرابط والكلام. انا ما بقتش استخدم محرك البحث جوجل اصلا، بقى لي فتره ما اعرفش شكله من جواه عامل ازاي الا فقط في الصور، لان انا مثلا بخش اجيب الصور من عليه بس خلاص، او مثلا اشوف المنتجات اللي هي موجوده عندي في السوق او الستور. بس اي شيء اخر متعلق بالبحث هو بيربلكستي انا الوحيد اللي بستخدمه من حيث المعلومات، لانه بيجمع لك ما بين الذكاء الاصطناعي والبحث او محرك البحث. فحاجه كده خطيره، لو حابين ان انا اعمل لكم عنه فيديو، لان بالفعل انا بستخدمه بطريقه غالبا ما حدش بيستخدمها زي ما انا بستخدمه كده، اسرار كده. فلو حابين ان انا اتكلم عنه قولوا لي اعمل لكم عنه فيديو ان شاء الله. بس النهارده بقى انا جاي اتكلم عن المتصفح اللي هم اطلقوه، واللي بالنسبه لي برضو انا ما جربتوش، هجربه معاكم بس حاسس ان هو هيكون حاجه حلوه يعني، وعشان هم طبعا بعتوا لي قالوا لي اتكلم عليه وكده. يلا بينا. عموما زي ما انت شايف ان هنا طبعا عندي ده اللي هو المتصفح او البراوز الخاص بريبركستي، وعلى فكره انا عندي حساب مدفوع عليه وعلى فكره ممتاز. هاجي هنا عندي على اللي هو التحميل، بس طبعا هنا بيديك وصف عن إيه هو عباره عن ايه. مثلا عندك اللي هو الايت هنا مثلا اللي انت حرفيا بيظهر عندك يعني اللي هو عمليات البحث. مثلا افترض ان انت بتبحث على شيء وبتاع، بيقول لك والله انا مثلا الايت عندي ده مثلا انا بطلع لك وبعمل لك نتائج البحث وبعمل لك مقارنات والكلام ده كله، ده فكرته. طيب عندك هنا البراوز التصفح، عندك هنا الايميل، السيرج، التاك، الشوب، اللي هو الواتش، وعندك الترافل. كل ده كل واحد ليه خصائصه هنجربه مع بعض. وعندك هنا بيقول لك سي مور، عندك هنا حاجات تانية زي ما انت شايف الفيديو، الويب براوز، وحاجات تانية كتير كده هنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو ده. احنا تعالى بقى دلوقتي نحمله. هاجي هنا عندي على تحميل زي ما انت شايف بيدعم عندك ويندوز 10 او احدث، ودلوقتي بيدعم نظام تشغيل ويندوز. يعني اجي احمل البرنامج ادوس هنا عندي على تثبيت وانتظر عندي لحد اما يثبت. تثبيته غالبا هيكون بسيط زي ما انت شايف ستارت، وانتظر عندي لحد اما يخلص. بعد ما خلص زي ما انت شايف بيقول لك ان انت حابب ان هو يكون عندك في التاسك بار، ماشي خليه عندي في التاسك بار كويس برضه سريع تمام. لانش اللي هو اطلاق، ونشوف دلوقتي شكله عامل ازاي. مقدمة حلوة المتصفح الصراحة، حقيقي يعني حاجة جديدة عليا أول مرة أشوفها، فاهمني. هاجي هنا عندي أقفل الصوت عشان الموسيقى، بس هنا زي ما انت شايف يعني الصراحة حاجة جديدة عليا وعليكم كمان. جيت ستارت، وطبعا هنا بيقول لي خش بحسابك اللي هو عبد اللطيف، ماشي. ممكن أعمل عندي امبورت لكل شيء لو أنا حابب إن أنا أعمل امبورت، أو دو ديتس ليتر ده لو أنت حابب إن أنت ما تستوردش أي شيء، بس طبعا ده اختياري. خليني إن أنا ما استوردش حاجة وأجرب إن أنا أبدأ من الصفر اللي هو دو ديتس ليتر. عندك هنا بيقول لك والله اختار الشكل اللي أنت عايزه. عندك المون، طبعا اختار اسمك، أو مثلا اسمي عبد اللطيف سعيد، واختار هنا مثلا عندي الشكل ده او الشكل ده. احب انا المون ده حلو ده، واختار الدارك. وهنا طبعا اقدر اختار اللون، الصراحه التصميم حلو قوي. كونتينيو. عندي هنا بيقول لي خليه اللي هو يعني هنا يكون المتصفح الاساسي، هقول له لا مش حابب انه يكون المتصفح الاساسي. وطبعا بيقول لي هنا لو محتاج مساعدات او شيء اقول له ماشي انا محتاج ده. ادوس هنا عندي على ستارت وهيفتح معايا بالشكل ده زي ما انت شايف. هنا طبعا يعني بيديني كل المعلومات اللي انا محتاجها عن انا اقدر استخدمه ازاي واعمل عليه ايه، فاهمني. هنا طبعا بيديك فيديوهات زي ما انت شايف، اقدر ان انا افتحها واشوف الفيديو كمثال. هنا مثلا والله عندي ان انا ابحث عن شيء بشكل مباشر هيبحث عنه، بدل ما انا ابحث على جوجل لا هو هيبحث اوتوماتيك على البربلكستي بشكل مباشر. فاجي مثلا هنا عندي على نيو، واجي افتراضا هنا طبعا بيظهر عندك اللي هو في الصفحه الرئيسيه. اقدر هنا اسجل عندي باستخدام حسابي على جوجل زي ما انت شايف. اجي هنا ادخل حسابي زي ما انت شايف دلوقتي هو دخل وتسجل معايا كل حاجه. هنا طبعا بيقول لي احفظ كلمه المرور، هقول له ابدا انا لسه ما اعرفوش يا حاج، اديك كلمه المرور كده عادي. عموما زي ما انت شايف ان ده شكله. عندك هنا طبعا تقدر تغير اللغه، عندك هنا اللغه العربيه، وعندك هنا طبعا في الاعلى هو مبني على نفس نواه اللي هي كروم. لو احنا رحنا هنا هنلاقي ان هو مبني على نفس نواه اللي هو الكروم، يبقى هنا بيدعم اللغه العربيه، فاهمني. لو احنا جينا هنا عندنا ودوسنا هنا عندنا افتراضا يعني نعمل ده ميك ديت بالشكل ده، بيدعم العربي. بص
يعني هو مش بشكل كامل. يعني هو بص هو ما بيدعمش العربي قوي يعني، بس على الاقل ايه يعني ماشي يعني فاهمني. يعني هو بيقول ان هو بيدعم العربي بس ما بيدعمش حاجه يعني. فهنا زي ما انت شايف اللغه، مش شايف لغه عربيه، اللغه العربيه ده اللي هو الجوجل ترانزليت ده عشان الترجمه بس، مفيش اي حاجه تاني. انا طبعا عندك ده زي ما انت شايف اللي هو حسابك يعني، وعندك هنا اللي هو الباسورد الخصوصيه، وعندك هنا اللي هو البرفورمانس تمام، ده اللي هو الخاص بالسرعه واستهلاك الموارد والكلام ده كله. وعندك هنا طبعا ده للتصميم، لو انت مثلا حبيت تخليه دارك، حبيت تخليه اي حاجه تانية. عندك هنا بيقول لك اللي انت تخلي اللي هو زرار الهوم او اللي هو الرئيسيه. عندك برضو اللي هو التاسك بار اللي انا بستخدمه دايما في كل حاجه، فانا دايما بحب ان انا اخليه موجود يعني تمام. عندك هنا بيقول لك لو انت حبيت يعني تظهر الرابط كامل بتاع اليو ار ال، خليها دي يعني مش شغاله، بتبقى احلى يعني الروابط القصيره احلى. عندك هنا طبعا اللي هو السيرج انجن تمام، انت تقدر تحط مثلا عندك اي محرك بحث منهم طبعا جوجل، وعندك طبعا اللي هو البربلكستي اللي هو طبعا موجود، وعندك دك جو. يعني انا كنت يعني بالنسبه لي التالت احسن محرك بحث، اول حاجه بربلكستي دلوقتي مش جوجل، بعد كده جوجل، بعد كده اللي هو دك جو. عندي هنا طبعا اللي هو الديفولت براوز ده اللي هو يعني مالكش دعوه بيه. عندك هنا اللي هو الاون ستارت اب ده مثلا لو انت حبيت، ده مثلا لو انت قفلت المتصفح وجيت فتحته مثلا تاني يفضل حافظ التابات والكلام ده كله، او لو انت مثلا قفلت المتصفح وفتحت مثلا يعني يحذف كل التابات ويعمل كل حاجه تاني. فهو زيه زي المتصفح بالظبط، انت تقدر تخصصه زي ما انت عايز. حتى عندك اكستنشن هنا تمام. وعشان اقول لك ان هو بالفعل مدعوم بنفس نمط كروم اللي هو الكروم اللي هو اسمه ايه، كروميوم ولا الكروميوم ده ولا اسمه نسيت اسمه والله. فهو عندك هنا تقدر تضيف برضه اضافات جوجل كروم عليه، وده شيء ان كنت لا تعلم هو شيء جميل وعظيم حقيقي يعني، ان بالفعل اقدر ان انا اضيف عليه يعني اضافات جوجل كروم اللي هتعتبر الافضل والاقوى على الاطلاق في اي متصفح. فهي دي حاجه حلوه قوي يعني. متصفح عندك مثلا نشوف عندي بيستهلك مثلا موارد قد ايه، عشان برضه اكون متاكد ان بالفعل بيستهلك موارد يعني مش غبيه قوي، وانما مثلا موارد خفيفه شويه تمام. زي ما انت شايف الموارد اللي بيستهلكها حوالي جيجا رامات، يعني مش قوي بس ماشي. و8.4 من السي بي يو، ده عالي جدا طبعا. يعني انا كروم ذات نفسه راجل ما بيستهلكش السي بي يو ده كله، انت بتستهلك السي بي يو ده كله معرفش ليه. بس عموما يعني هنا بقى تقدر تبحث على اي حاجه. هو المستعرض الافتراضي اجعل يعني كروم بيشتغل معاك بشكل افضل، بس طبعا ده لو انت هتثبته. عندك هنا الساعه، ابحث عن رسائل البريد الالكتروني المهمه التي لم يرد عليها. لو انا جيت دوست عليها مثلا هنشوف هو بالفعل هيقدر ان هو يخش عندي على الايميل اهو. بص بيقول لي ان انا محتاج اديله اكسس عشان يخش عندي على الجيميل عشان يجيب لي الايميلات اللي انا ما ردتش عليها، وده شيء على فكره حلو. وهعمل كونتينيو عشان اجربه. انا كده كده اصلا حسابي ايه في الامان يعني، اقدر ان انا احذف يعني البربلكس ده عندي من الايميل في اي وقت. اقول له هنا طبعا اختيار الكل عشان يستعرض لي كل حاجه. طبعا الصراحه دي هتكون الخصوصيه في الارض برضو، عشان تكون عامل حسابك ان الخصوصيه معاه لو انت اديت له الصلاحيات دي كلها هتكون الخصوصيه عندك خلاص راحت في الارض فاهمني. لان انت بالفعل بتدي دلوقتي بياناتك لطرف ثالث. يعني طرف ثالث بقى اللي هو ايه، اللي هو اصلا يعني مش طرف ثالث، اللي هو مجرد ان هو مثلا يعني بتستعرضها عن طريق اللي هو البي او بي فاهمني، او مثلا زي ما انت بتعمل في الايميل اللي هو البي او بي مثلا، اللي هو البي او بي 2 او حاجه، او البي او بي 3. لا انت هنا دلوقتي بتدي له صلاحيات ان هو يخش عندك ويشوف كل حاجه حرفيا ويتحكم في كل حاجه يعني، فاهم قصدي. فهي دي المشكله، الخصوصيه عندك هتبقى في الارض حرفيا. وانا الصراحه مش حابب دي قوي، بس انت تقدر عندك تتحكم في الايميل زي ما انت شايف، ان انت تقدر تعمل كونكت ما بينك يعني او بين حسابك او بين المتصفح وبين الايميل عشان تقدر تتحكم في كل شيء باستخدامه هنا بشكل مباشر. عندك هنا زي ما انت شايف اللي هو الاسيست تمام او المساعد. اقدر مثلا يا سيدي ان انا اقول له افتح ليا حساب فيسبوك وسجل واعمل اكاونت جديد مثلا، واعمل اكاونت جديد. هتشوف هيعملها ازاي. زي ما انت شايف اهو دلوقتي فتح ليا المتصفح الفيسبوك، دلوقتي بيبدا عمليه حساب فيسبوك او صفحه فيسبوك، او يعني بينشئ حساب فيسبوك جديد ليا. طبعا بيقول لي انكر على مثلا ايه، ابدا عمليه انشاء حساب فيسبوك جديد، افتح صفحه التسجيل مثلا افتراضا، ده لو انا هو هيعمله لي كده يعني. فهنا حرفيا مثلا زيه زي الوكيل بالظبط. طيب عموما انا ممكن اطلب منه اي حاجه تانية هو يعملها لي. ده عندك اللي هو الايه، المساعد ده تمام، او خيار المساعد ده. عندك هنا اللي هو اللانش فويس مود، اللي انا مثلا اقدر ان انا اجي عليه واكلمه صوت. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ وعليكم السلام، الحمد لله أنا بخير، إزاي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله. اسمك ايه؟ أنا اسمي Perplexity، تحت أمرك في أي مساعدة. حلو قوي، شكلك بتتكلم لهجه مصريه كويس. اتعلمت فين؟
أنا ما اتعلمتش في مكان معين، بس بقدر أفهم وأتكلم لهجات مختلفة عشان أقدر أساعدك بشكل أفضل. تمام يا حاج. 1 في 1 بكام؟ 1 في 1 يساوي 1. إيه؟ لو محتاج أي حاجة تانية قولي. تحت أمرك في أي وقت. طب خلينا اتكلم. طيب اصبر بقى. أكيد، خد وقتك براحتك، أنا معاك. ام احمد عندها 4 عيال، محمد ومحمد محمد واحمد ومصطفى. لا ثانيه، لا معلش انا هيست. لا، ام احمد عندها 4 عيال، مصطفى ومحمود ومحمد. العيل الرابع اسمه ايه؟ غالبا هيبقى اسمه أحمد. العيلة كلها كده على نفس النمط. فزورة تانية. شيء في كل شيء هو ايه؟ الهواء، لأنه موجود في كل مكان. هل الفضاء فيه هواء؟ بوظته. ماشي. عموما زي ما انت شايف ده اللي انا اقدر اعمل عليه او يعني اكلمه محادثه صوتيه. عندي هنا ده اللي هو المساعد، اللي انا مثلا لو في حاجه مثلا محتاجها في الصفحه اللي انا فيها بيقدر ان هو يساعدني. افتراضا انا مثلا هنا اجي عندي على مثلا نقول كريزي نت، او مثلا ابحث هنا عندي على crazy.com مثلا. افتراضا دخلت عندي على crazy.com زي ما انت شايف، اخش هنا مثلا عندي على المتصفح ده وادوس هنا عندي او الموضوع ده، او مثلا بلاش الموضوع ده، اروح عندي على مثلا موضوع تاني، الموضوع ده مثلا، اروح هنا جاهز عندي بالشكل ده. هبتدي ان هو يلخص لي الصفحه دي كلها زي ما انت شايف. هو بيلخص الصفحه وبيعرفك ايه اللي فيها بكل سهوله بدون اي تدخل منك وبدون حتى ما يوجع دماغك، فاهمني؟ فدي فكرته زي ما انت شايف. هو الصراحه فكرته حلوه قوي، اللي انت بالفعل يعني تقدر تلخص مواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان مش فقط مواضيع، لا كمان فيديوهات. افتراضا دلوقتي انا جيت عندي فتحت الفيديو ده واجي مثلا هنا يا سيدي اروح عندي على ده قناتي القديمه دي، ثانيه واحده برضو اجي مثلا عندي ادوس هنا هيعمل لي ملخص للفيديو. تمام، هياخد عندي بالفعل الفيديو، هياخد عندي مثلا اللي هو النص والكلام ده كله، وهيعمل لي ملخص للفيديو ويكلمني على كل حاجه فيه. فحرفيا زي ما انت شايف انا ما عملتش اي حاجه، مجرد ما انا حتى من غير ما اشوف الفيديو اداني ملخص كامل للفيديو. متصفح خطير والله، بس للاسف لسه مش عند كل الناس. هو حلو بس لسه مش عند كل الناس. زي ما انت شايف عمل لي ملخص للفيديو بشكل كامل، بدل ما اروح عندي على جوجل جيميناي واخد اللينك واقول له اعمل حاجه اعمل لي ملخص والكلام ده، لا هو حرفيا لخص لي الدنيا كلها. صراحه متصفح جبار. عندي هنا طبعا اللي هو الايه الكنترول يور ميوزك. طبعا افتراضا ده انا هنا مشغل الفيديو زي ما انت شايف، تمام، اقدر ان انا اتحكم هنا في الصوت واوقف الفيديو واقدمه 10 ثواني واخليه مثلا هنا عندي على الجنب والكلام ده كله. عندي هنا طبعا ان انا انسخ اللينك، وعندي هنا طبعا ان انا اخليه مفضله، وعندي هنا الحمايه، وعندي هنا طبعا الاعدادات الخاصه بالايه، عندي هنا الاعدادات الخاصه بالموقع نفسه. هنا اقدر ان انا اضيف عندي اكتر من حساب، وعندي هنا طبعا ان انا اقدر حاجات او اعمل حاجات تانية عليه كتير. عندك هنا طبعا في الصفحه الرئيسيه بيقول لك ان انت تقدر تعمل عليه ايه اساسا. فانا مثلا افتراضا ممكن اعمل عليه حاجات تانية كتير، زي ان انا اجي هنا عندي على الايديت واقدر اغير عندي هنا الصفحه الرئيسيه واضيف عليها اشياء واشيل منها اشياء، كمثال زي التوب سايت. عندي مثلا اضيف الساعه، عندي مثلا اضيف اللي هو الايه الاخبار مثلا زي ما انت شايف، اقدر اضيف عندي اخبار او حاجات من كده، فاهم قصدي؟ عشان اقدر ان انا ابص عليها واشوف الجديد في العالم حرفيا. بس كده لا، طبعا في حاجات تانية كتير، كمثال ان انا اجي هنا عندي على اللي هو حول المساعد او الاجنس، وانا طبعا بيقول لي ان انا اقدر اعثر على الايميل، بس لازم اديله صلاحيه الايميل بتاعي عشان هو يخش عندي على الايميل بتاعي ويجيب لي الحاجات بتاعته، مثلا يعني الايميلات اللي انا ما ردتش عليها، الايميلات اللي انا محتاج ارد عليها، اقول له رد على كذا ورد على كذا. بس طبعا انا مش حابب اخش في الخطوه دي او اخوض في الخطوه دي، لان الصراحه خصوصيه هتضيع في الارض، فاهمني؟ الخصوصيه هتروح. عندك برضو هنا ده ان انت مثلا بتلخص الرسائل الاخيره وهكذا. عندك هنا انت تقدر تعرف كل حاجه عن المتصفح وقدراته من الصفحه دي، ان انت تقدر بالفعل ترد على يعني الايميلات الاخيره وتعرف ايه هي، تقدر ان انت بالفعل تلخص يعني الايميلات الاخيره وترد عليها. وعندك هنا اللي هو الكالندر او اللي هو التقويم، تقدر ان انت بالفعل يعني تغير في التقويم، ان انت تقدر تساله عن التقويم، وان انت تقدر تعمل حاجات كتير. عندك مثلا انت تقول له هنا كلوز مثلا كل التابات بتاعتي زي ما انت شايف، هيقفل عندك كل التابات، او مثلا التابات المفتوحه هيقفلها دلوقتي زي ما انت شايف، او يلخصها لك والكلام ده كله زي ما انت شايف. تم غلق جميع علامات التبويب التي قد تسبب لك التشتت مثل اليوتيوب والفيسبوك ومواقع الترجمه وخلافه، قفل لك الحاجات دي كلها. عندك هنا برضو ان انت تقدر ان انت يعني انت تعمل جروب للتابلت بتاعك، ان انت تقفل كل التابات بتاعتك زي ما انت شايف. انت بتدي له امر ان هو يقفل كل التابات بتاعتك، بيقفل لك كل حاجه. انا كان نفسي قوي انها تكون اجنس او وكيل اكتر من انها
يعني طبعا امر زي ده انا ممكن اعمله هنا بسهوله، اللي هو يعني اقفل كل التابات. انا الصراحه كان نفسي ان هو يكون اجنس اكتر من كون ان هو مساعد عادي بسيط. هو انا شايف ان هو مساعد عادي بسيط دلوقتي زي ما انت شايف، هو حلو الصراحه، مش هقدر اقول لك حاجه. يعني مثلا عندك بيقول لك يعني ان انت تقدر هنا، هو بيقول لك مثلا هنا ان انت تشغل اللي هو الرمز الزمني الدقيق الخاص باللي هو ايرموسترونج ده، اللي هو الراجل اللي طلع على القمر. جاب لك هو بالفعل اللي هو يعني بتدي له مثلا الجزء اللي انت عايزه، او الجزء اللي انت عايزه مثلا من الفيديو، هو شغله لك بشكل مباشر على طول زي ما انت شايف اهو. وهيديك هنا ملخص كمان ليه، يعني مش ده طبعا، هو فوق شويه، يمكن انت مثلا تقدر تطلب هنا ملخص وهيديك ملخص. فهو ده الحلو فيه الصراحه. يعني انا شايف ان هو جميل جدا وحقيقي عملي جدا في التصفح، بس مش في الشغل التقيل. يعني هو حلو قوي في التصفح، حلو قوي مثلا لو انت حابب ان انت تلخص فيديوهات، تلخص مقالات بتاع، عشان تقدر ان انت تطلع باعلى نتيجه ممكنه. وده بالفعل حلو ان هو بيزود انتاجيتك في التعلم. يعني انا في رايي هو حلو في ان انت تقدر تتعلم عليه، تزيد معرفتك عليه بالظبط. انا شايف ان هو حلو قوي في النقطه دي، بس كشغل لا، كانتاجيه لا، فاهمني؟ فانا هستخدمه شخصيا، وهيبقى بالفعل متصفح التاني على جهازي بعد كروم، فقط عشان بالفعل بيسهل عليا موضوع التعلم وموضوع تلخيص الفيديوهات وتلخيص المقالات. ودي حاجه انا بالفعل محتاجها بشكل كبير جدا جدا، اكتر من بتتخيل، فاهمني؟ وبالذات ان هو بيدعم اللغه العربيه، ده لوحده عندي بالدنيا كلها. بس في الاجمالي لا يعتمد عليه في شغل. بس طبعا انا عارف ان انت هتحبه. هتقول لي عبد اللطيف طيب دلوقتي انا محتاج استخدمه ازاي؟ هقول لك لسه للاسف مش موجود عند كل الناس. انا بكلمك عليه وبستعرضه لك دلوقتي. وزي ما قلت لك ان هو الحلو فيه واحلى حاجه فيه عجبتني ان انا اجي هنا عندي على اضافات، مثلا نقول جوجل كروم زي ما انت شايف، واجي عليه واي مثلا اضافه عجباني اقدر ان انا مثلا ابص عليها. اي اضافه افتراضا يا سيدي الاضافه دي، او معرفش ايه دي الصراحه، VPN افتراضا، او جاي اتضافت عندي. بص ده الحلو فيه، ده الجميل فيه، ده الرائع فيه. انا احب هذا المتصفح والله العظيم، متصفح جامد. اثبته عندي كده بص زي ما انت شايف زي كروم بالظبط، فاهمني؟ بس اللي عندي الميزه دي اللي هي التلخيص دي احسن حاجه، احسن حاجه. فكك من المساعد الصوتي، بالنسبه لي عبيط، لا مؤاخذه انا حاج، مرحبا، لا مؤاخذه يعني، وبالنسبه لي عبيط الصراحه. انما اكتر حاجه عجبتني هي التلخيص دي بالنسبه لي التوب. الاسيست يعني كويس، المساعد كويس، مش هقول لك وحش، بس مش عملي قوي. يعني مثلا اقول له ثبت ليا اضافه الاد بلوك على المتصفح، هنشوف هيعملها ولا لا من غير مساعده مني. يعني ده موضوع بسيط جدا اهو، اضافه بص موضوع بسيط ما فيهوش صعوبه، ما فيهوش حاجه. طب والله ثبته لي، طب كويس يا عم، اديك انت شفته تمام، الحمد لله ان هو عملها لوحده. اقول له ماشي انا موافق. فهو حلو قوي الصراحه في الحوار ده، ممتاز جدا في الحوار ده، وحقيقي رائع. غير كده ما يعني ما استخدمهوش. يعني يا ريته كان اجنس هيكون افضل. يعني مثلا هقول له مثلا ادخل على اخر مقال على موقع كريزي نت ولخصه ليا وعرفني بيتكلم عن ايه. دلوقتي هيخش عندي افتراضا على اخر مقال على موقع كريزي نت، هنشوف وهيشوف بالفعل هو بيتكلم عن ايه وهيلخصه لي ازاي. حلو قوي الصراحه في النقطه دي. بس خلاص ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم بقى على خير ان شاء الله فيديو جديد. وهسيب لك انا الرابط بتاعه تحت في الوصف، رغم ان هو مش هيفتح معاك، لازم بدعوه، بس وقت ما يفتح تقدر ان انت تحمله وتستخدمه عن طريق الرابط ده. اشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.